هتيجي مثلا تروح دايسين على 60 شدة ونشوف كده اتضافت عندنا طريقة جديدة وهي المحافظ يا اخواتي. ايوه زي ما سمعتوا المحافظ اتضافت على طريقة الشحن. تابع الشرح. سلام يا اخواتي. طب يا جدعان كلكم عارفين ان الشحن دلوقتي متوقف في اغلب في مصر كلها عامة. والفيز متوقفة جدا يعني، ومش كل الناس معاها فيز ان هم يشحنوا ويعملوا كده. فانا جايب لك النهارده طريقة جميلة جدا. بدل ان انت مثلا تدور على الناس تشحن تشحن منها، ناس تنصب عليك بتاع، في دلوقتي نصب كتير او بيحصل. فانا جايب لك الطريقة مضمونة 100%، وازاي اللي انت هتشحن من غير ما يتنصب عليك، ومن غير اي مثلا ما يحصل لك اي حاجة. يعني مش هتتسرق ولا اي حاجة. يعني اولا كده عندنا 3 طرق للشحن. اول طريقه هي طريقه الفيزا، تمام. وهي مش كل الفيز شغاله عامه يعني، بس بيبقى بسعر ارخص من الناس اللي انت بتشحن منها عامه. يعني لو في ناس بتشحن ده بيبقى ارخص وكده، فاهم؟ يعني انت لو هتشحن لنفسك انت بيبقى ارخص. وثانيا كده في طريقه شحن تانية اللي هي نزلت جديد معانا، طريقه شحن المحافظ. والطريقه التالتة عن طريق فوري. بس يعني فوري غالية الصراحة وانتوا كلكم عارفين، فانا جايب لكم الطريقة دي تبقى بصراحة تبقى ارخص من كل اللي انتوا عمركم. يعني انتوا بتشحنوا في ناس كتير، مثلا ال60 شدة ممكن تعمل 50 60 جنيه، وفي ناس بتشحنها ب65. انا جايب لك ال60 شدة ب45 جنيه. ايوه يا صاحبي، زي ما بقول لك كده ال60 شدة ب45 جنيه. وال325 عامة. بص انا مش هحرق لك اي حاجة، تعال نوريك مع بعض اسعار الشحن وازاي بتشحن. تابع معايا الشرح للنهاية. يا جدعان بنكتب هنا ميد سباي، الموقع الأساسي لشحن شدات بابجي ومضمون 100%. شوف انت عامة يعني هتكتب ميد سباي بالإنجليزي بالعربي أي حاجة هيظهر لك. دوس على أول حاجة تظهر لك، تمام. طبعا هنا انت هتقول لي انا عارف الشحن وطرق الشحن مش اللي هي، وفي مثلا شحن مش فاهم يعني. الش- الشحن هيبقى ايه؟ مش اللي قد كده مثلا. او انت هتقول لي انا جربت الشحن قبل كده وما كانش حلو، تمام. من ساعة ما الفيز اتشالت والشحن مش قد كده. انت اولا هنا بتدوس 3 شرط دول وبتعمل اكونت. انا عامل اكونت وعامل كل حاجة. هو هنا بيكتب لك تسجيل خروج جنب الموقع المعزز وكده، تمام. فبعد ما بتسجل دخوله كده، عشان هقول لك ليه لما تسجل بتاخد حاجات احسن. ظهرت عندنا الايقونه دي. طب دي يا عم جو بتعمل ايه وكده؟ انا هقول لكم. بص اولا في جنب اسم فوق جو مصر في اي في 1 يعني مثلا، دي بتديني شدات زياده على يعني على الشدات اللي انا باخدها. يعني مثلا 60 شدة هنا لو عايز تشحنها ب 42 جنيه بتتشحن من عن طريق الفيزا، تمام. بس اغلب الناس هتقول لي انا معيش فيزا، انا مش عارف، مش هعرف اشحن كده. لا، في طريقتين كمان. فانا اكتر طريقة عارفها وضامنها وانا مجربها يا جدعان اللي هي طريقة الشحن عن طريق المحافظ. بندوس مثلا، انت شايف ال60 شدة هنا ب 42 جنيه. انت هتقول لي ايه ده ب 42 جنيه؟ لا، بص تحتها كده مكتوب لك 44 جنيه و99 قرش، يعني 45 جنيه. هو ده الشحن، انت بتشحن ب45 جنيه. اولا 30 شدة لما هتيجي تدوس عليها مش هتبقى موجودة عندك طرق الدفع اللي هي زي ما بقول لك المحافظ او كده. فال30 شدة دي مستبعدة جدا جدا جدا. عندنا 300 المفروض 25 شدة، بس انا مديني الزيادة اللي انا بقول لكم عليها عشان عامل اكونت. ف مديني شدات زيادة وكده. بتتشحن بكام؟ ب224 او 225 يعني عامة. فاحنا مثلا هندوس على 60 شدة وانا مش هشحن، تمام. بس بعرفكم ازاي طرق الشحن موجودة عندكم بطاقة الائتمان المحافظ فوري. انا النهاردة هقول لكم ازاي تشحنوا عن طريق المحافظ، تمام. بندوس دفع. انت بتكون اولا معاك، شوف انت معاك محفظة اتصال بكاش، فودافون كاش كده اللي انت عارفه. نكتب رقمنا هنا والاكونت بتاعنا، تمام. انا كاتب كل ده عشان انا قلت لكم زي ما قلت لكم قبل كده عملتها. بعد كده بندوس دفع، تمام. بننتظر هنا بيقول لنا سوف يصلك طلب دفع على رقم هاتفك، تمام. نخرج كده
وندوس هنا الهاتف المحمول ونكتب نجمة 3 7، نجمة 5 شباك، وندوس اتصال. هنا بيقول لك اكتب الرقم السري بتاع المحفظة بتاعتك، فانت بتكتب الرقم السري عادي. بعد كده بيقول لك يعني في بوت عايز ياخد منك، او في عميل عايز ياخد منك 45 جنيه تمن الشحن وكده. انت عامة بس بتبقى حافظ او بتبقى عامل اكونت وكده ورابط الاي دي بتاعك بتاع الاكونت ذات نفسه. بعد كده بندوس واحد، معلش واحد، لتأكيد دفع مبلغ 44 اللي هو 45 جنيه من محفظتك. دوس قبول او رفض وكده، فانا هدوس قبول. بس انا مش معايا اللي انا هشحن عامة يعني، عشان تبقوا عارفين. اما انا عزيز ارجع شفته يعني، انا مفيش فلوس في المحفظة وكده. بس حبيت اوضح لكم، انت بعد ما بتعملوا كده بيظهر لكم حاجة تاني، فانت تدوسوا الغاء، اخرج خالص على طول. بس كده خلاص، كده انت وصلتك الشدات. وعايز اقول لك ان دي افضل طريقة والله العظيم تعملها في موضوع الشحن كله كده، فاهم يعني. انت هتبقى ضامن ان انت تشحن باحسن اسعار وبارخص من الاسعار الحقيقيه وكده. بس لو انت معاك يعني احسن لك اشحن بالكريدي كارد، اللي هو بطاقه الائتمان. معلش يا جدعان، يعني دي بالنسبه لك احسن من اي حاجه تاني تشحن بيها، لان هي بتديك سعر ارخص، حاجات احسن وكده. انت هنا بتكتب ايه؟ استنى اوريك، نعرفكم والله. يعني الكريدي كارد هو عامه انا ما استخدمتوش قبل كده ولا عمري استخدمته، فاهمين انتوا؟ يعني مثلا 30 شدة كريدت كارد دفع، بيجيب لنا خانة كده. ثواني، بتكتب بقى عندك هنا بطاقة ادخل معلومات البطاقة اللي هو الرقم اللي من 15 ده، الشهر والسنة اللي هينتهي فيها، رقم البطاقة اللي هو في الظهر، الاسم الأول بتاعك والاسم الأخير، وبعد كده الأكونت بتاعك وكده. وبعد كده بتدوس دفع، بس مش أكتر. وبعد ما هتدوس دفع هتتعمل وخلاص دفعت. وهتشحنها ب20 جنيه بدل ما ب21 جنيه، بدل ما تشحنها يعني بدل ما تشحنها بأكتر، فاهم؟ فبس كده، ده الفيديو يكون بتاعنا. يا رب لو عجبكم متنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتصلوا على النبي في الكومنتات، ولو ما بتصليش لازم تصلي. والله اشوفكم في فيديو جديد. سلام يا اخواتي.
It's all about humanity.